جات لي رسالة والحقيقة أنا قعدت أفكّر فيها كتير أوي قبل ما أفكّر أعرضها، بتقول إنها بتحبه وهو أصغر منها ب20 سَنة، بس المشكلة إنها غير قادرة على الإنجاب، فهي خايفة إن ييجي في وقت يقول لها أنا هاتجوّز، قالت له لمّا تعوز تتجوّز اتجوّز، بس برضه هي مش متطمنة. أنا عايزة أقول لِك حاجة، لو بتحبيه فعلًا مش هتستحملي إنه يتجوّز، فإذا كنتِ بتقولي له النهارده براحتك لمّا تعوز تخلّف اتجوّز عليَّ، تضحكي على نفسِك، وقتها هيبقى بالنسبة لِك ده جحيم. الحاجة التانية، هو من حقه يبقى له بيت وأولاد، هو هيتغيّر معاكِ مش عشان بطّل يحبِّك، لأ، عشان اشتاق يبقى له طفل، يبقى له عيلة، زي ما أنتِ كمان قدرتِ تعملي حياتِك. لو بتحبيه بجد ادّي له فرصة إن هو يعيش حياته. التكافؤ أهم من فرق السِن، إحنا نبقى متكافئين يعني ظروفنا إحنا الاتنين متكافئة، إحنا الاتنين مخلّفين، إحنا الاتنين منفصلين، إحنا الاتنين بنفكّر زي بعض، لكن نبقى إحنا الاتنين ظروفنا غير بعض، هو ده عدم التكافؤ، والمشكلة هنا عندِك مش بس سِن، المشكلة عدم تكافؤ الظروف.